كولومبيا لعبت بالكوكايين، والعراق لعب بالسياسة، والرياضة هي اللي راحت بالرجلين باللعب بلوغر، ومدرب كان محلل مباريات. الطابة حاولت من الهدف الأداة نفوذ وساحة حرب من نوع ثاني. خليكم ويانا. الله تاب علينا والحين أبشرك والله الحمد لله يا ربي لك الحمد. الحين حشيش وعرق، بس حشيش وعرق يعني أحيانا بس مو دائما. حبوب الحبوب. أرحب بالغوالي وحلقة جديدة من مستوى عالي. إذا أنت قوي ويوميا لازم لك واحد وخابزة حتى تبين قوتك على البقية، ما تحتاج أبو شكيب كافة خوزر بعيونك، واللي شاف فعلك افتهم من خزرة واحدة، لأن أنت مراوي عنفك المباشر فالخزرة الذكرى. هذا اللي راد يقول الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو، اللي شاف انه الأنظمة ما تحتاج دائما الى العنف المباشر حتى تسيطر، وانما تحتاج الأجهزة الضبط تكون اكثر نعومة مثل المدارس والمستشفى والملعب. وهذا اللي شافه برؤية بالمنام بابلو اسكوبار بالثمانينيات، وكيل طحين بكولومبيا، كان يبيع طحين ابيض 01 يعني كوكايين. بوقتها عمك اسكوبار كان الدخل مالته أكثر من الدولة. شنو شاف اسكوبار بمنامه؟ واحد إجا لابس أبيض بأبيض وصاعد حصان أبيض، قال له أنت ملاك؟ ذاك جاوبه قال له لا أنا موزع، انشقت القونية على راسي وصرت أبيض مثل ما تشوف، ونصحه قال له إذا تريد سوقك يستمر يا اسكوبار أوصيك بالرياضة. اسكوبار قال له يعني شنو ألعب رياضة؟ الملاك الشمام جاوبه قال له لا اغسل فلوسك بالرياضة، يعني احنا نسميها استثمر فلوسك بالرياضة، لعبة شعبية يحبوها هواي ناس وذولا يصيرون الحراس مالتك. اسكوبار ما كذب خبر، نعم أندية كبيرة مثل نادي أتلتيكو ناسيونال دفع فلوس خرافية حتى يجيب لاعبين عالميين، بنا ملاعب، ساهم بصعود منتخب كولومبيا الكأس العالم بال94، بحيث اللاعب اللي ضيع جزاء وطلع المنتخب من كأس العالم لعب جزاءات طلقات وكتله لأن خسر اسكوبار استثماره. زين هذا الحكي شنو دخله بمنتخبنا؟ احنا قابل عندنا اسكوبار حاشا وماشا، قابل عندنا واحد مثله يستثمر بالرياضة؟ العياذ بالله. أقول لك لا يا صديقي صاحب المستوى العالي، احنا ما عندنا بارون مخدرات، عندنا شيء أشطر وقانوني، عندنا السياسي اللي هو مو بس دخل بالرياضة واستثمر ودعم بيها، لا خلاها فرع من حزبه. لا تستغرب يا صديقي صاحب المستوى العالي، راح نعطيك دورة حياة الطبيعة بالعراق وراح نطبقها على الرياضة. ورقتك وقلمك واكتب وياي. كل لاعب عندنا وين مرتبط؟ مرتبط بنادي، والنادي بمن مرتبط بوزارة، والوزارة بمن مرتبطة بجهة حزبية، والحزب بمن مرتبط؟ هذا الزنجير ما يخلص، مرتبط بالمحاصصة. يعني الرياضة عندنا شنو؟ الرياضة عندنا سياسية محاصصاتية. زين الميزانيات اللي تطلع من الدولة وين تروح للوزارات، والوزارات تخصص جزء منها للأندية. وين تروح للي يختار المدرب والهيئة الإدارية للأندية اللي هي تتحكم بالمدربين واللاعبين، يعني واحد منفذ على الثاني. هنا راح تقول لي يا صديقي صاحب المستوى العالي ممكن حكيش صح، هذا بالأندية. المنتخبات شعنيها؟ المنتخبات مسؤولية الاتحادات. أقول لك صبرك علي، احنا عندنا اتحادات رياضية، وهذه الاتحادات مرتبطة بالاتحادات الدولية والآسيوية وملتزمة باللوائح مالتها. ايه تقولي احنا محايدين؟ وقعت قلبي يا معودة. إلا تفرح هواي تبى توقع على راسك كما كنت. ارجع افتح ورقة دورة حياة الطبيعة بالعراق، خل أضيف لك الاتحادات منين تاخذ تمويلها. اكتب يا صاحب المستوى العالي الاتحادات دعمها الفني وقليل من الجنيهات تستخدم الاتحاد الدولي والآسيوي، وأهمها حقوق نقل المباريات، بس باقي الدعم امنيا
تاخذه من الحكومة وزارة الشباب والرياضة. يعني رجعنا لدورة حياة الطبيعة بالعراق. بعدك ترافس بأفكارك، تريد لك شي يقول الرياضة عندنا ممكن تكون حيادية، خل أقفلها بضبة ومفتاح وأقول لك أبو صديقتي من بيت جرامشي اسمه أنطونيو جرامشي يقول أنه الثقافة والرياضة من ضمنها ما يمكن تصير محايدة، لأنه هي انعكاس للصراع الطبقي والأيديولوجي. فأنت ما تقدر تفصل الرياضة عن السياسة، لأن الرياضة بالنسبة للسياسي هي أداة دعائية تربط صورة السياسي بالمنتخب. هاي بالفوز يصير السياسي شريكة بالإنجاز ومباركات واتصالات وصور وستوريات، وبالخسارة يضم راس السياسي وتوقع براس الرياضي والاتحاد. السياسي يستثمر الرياضة مثل مسكن الألم، بس هذا مسكن وطني يصرف فيه انتباهك عن فشل السياسة. كولومبيا بيضت أموالها بالرياضة، احنا مثلا نبيض سمعة السياسي وحزبه حبه ودعمه للرياضة. فتشوف اللاعب فقد الشغف، ما يجي يلعب من أجل الاستمتاع، يدور على الشهرة، إعلانات والحفلات والبرامج والسنابات، بدل ما يروح يدور على تحقيق نجاح بالملعب. اللاعب العراقي يقضيها ستوريات طلعاته وقعداته بالمطاعم أكثر مما شوف تمرينه. هذا إذا كان لاعب فعلا، لأنه هواية من اللي يوصلون للمنتخب ما يوصلون للموهوبين، لا بس مدعومين. الموهبة الحقيقية يلعب بالشوارع والفرق الشعبية، ولا عنده ظهر وحزب تلقاه يوصل حتى للمنتخب. أما المدرب، هاي إذا كان مدرب أصلا يجي يستثمر هوية المنتخب حتى يبني نفسه، يفرض شروطه على الاتحاد، ياخذ عقد بالدولار، يبني سمعته، يبيعنا كنظرية وتجربة، ويشتغل علينا بروفايل لنفسه، وإحنا نرجع من الصفر بعد كل مدرب. وبالأخير السياسة كتلة جوهر اللعبة، والمال كتل روح اللاعب، والشهرة دفنة الإبداع، وصار الملعب مساحة للإعلان، واللاعب بلوجر، والمدرب مشروع تمويل، والجماهير تصفق مو للمهارة، لا لأي شيء ينعرض عليه. فزنا لازم تصفقون فرح، خسرنا لازم تصفقون تشجيع، وبالأخير أمانة الله المنتخب يخبل. أو دعناكم.